اتفضلي اتفضلي، كل واحد على بيتها. يلا يلا اتفضلي اتفضلي انت. اجي اول. طيب اتفضلي. امشي. ايه الليلة دي؟ مصيبة يا بردويل، مصيبة. اهدى يا رفاعي بس عشان نفكر. بص يا رفاعي، دلوقتي احنا هنكتب ايميل لسميحة ونكتب فيه الآتي، لأن طبعا المدرس الأول بيفتح الإيميل بتاع سميحة وبيقرا فيه كل اللي مكتوب. اكتب: قول. سميحة شباشب، سميحة شباشب، زوجات المصون. زوجات المصون. وحشتيني جدا. هو جواب غرام يا بردويل. سوري. سميحة شباشب، كتبناه. لقد أفادنا برشامة برشامة بأن صدقي وصافي وصافي ماتوا في الفيلا، ماتوا في الفيلا، ولا نعرف القتل صناعيا أو طبيعيا، طبيعية، والشرطة والنيابة تمكث في الفيلا جارية التحقيق. جارية التحقيق. وتفضلوا بقبول فائق الشكر والاحترام. فائق الشكر والاحترام. يا عزيزتي. يا عزيزتي. سنت. علمنا أن صافي وصدقي ماتوا عن طريق برشامة، ولا نعرف ماتوا طبيعي أو صناعي، والفيلا والشرطة في أفيدونا فنحن في حوسة شديدة مع فائق الاحترام. بردويل، صافي وصدقي، يا نهار اسود. خد يا ابني، لسه قدامنا السهرة طويلة، عايزين نصحصح. أهو مسألتك يا فندم. مساء الخير يا فندم. أهلا يا جلال، اتفضل. انا سعادتك من عز النوم. نوم ايه يا راجل؟ ده انا لسه هحط دماغي على المخدة. مش مهم، المهم ان جهاز مكافحة المخدرات كله صح. طبعا يا فندم. قتل صدقي الصافي وانتحاره ده بوظ لنا كل خططنا في القبض على العصابة. لما العقيد حسن صحاني على خبر قتل صدقي الصافي وانتحاره، لقيته مش مجمع وبيلف حوالين نفسه. طبعا يا فندم، كنا خلاص يوم ولا اتنين وهنقبض عليكم، كده هنضطر نبتدي من الاول خالص. طب والعقيد حسن فين دلوقتي؟ بيكتب تقرير عن اللي حصل. انت اللي كنت في الفيلا اللي قصادهم بتراقبه. ايوه يا فندم، كانت ورديتي. كنت قاعد قدام الشباك براقب الفيلا من ورا الستاره. اول ما سمعت صوت ضرب النار رحت متصل بحسن بيه على طول. عارف يا جلال، طول خدمتي في مكافحة المخدرات ما شفتش تاجر مخدرات مات موتة طبيعية، كله إما مقتول أو منتحر أو موتة بشعة. انتقام ربنا بقى سعادتك. انتقام ربنا فعلا. قول لي إيه أخبار مبروك؟ ما هو اللي بلغ، وحسن بيه بيبني خطته الجديده بناء على مبروك. مبروك ده راجل محترم وشريف، وأهم حاجة فيه إنه إيجابي. في ناس كتيرة محترمين وشرفاء لكن مش إيجابيين، بيشوفوا المصايب بتحصل قدام عينيهم ويعملوا مش واخدين بالهم. مبروك مش كده، وده اللي عاجبني فيه، إنه ما سكتش عن خميس وسيد السباك اللي حاولوا يجرجروه لتجارة المخدرات. حسن بيه. أهلا يا حسن. مساء الخير يا باشا. اتفضل. اهلا يا حسن باشا. ده تقرير يا فندم عن اللي حصل. جهاز المساعدات الفنيه هيكون وراك على طول بالاجهزه اللازمه. يلا ربنا يوفقك يا حسن. العملية كلها تتوقف على النجاح. مبروك يا فندم. البركه فيك بقى يا حسن، تشكلوا وتدربوا وتجهزوا للعمليه الثقيله اللي هيقوم بيها. والله يا فندم انا مش عارف رد فعله هيبقى ايه لما يعرف ان انا الضابط حسن ابراهيم مش سيد كومبينيشن السباك. ربنا يستر يا باشا. بعد اذنك. أيوه. مساء الخير. سيد كومبينيشن.
يا سيد، ايه اللي جابك دلوقتي؟ سيد مش وقته. ايه ده؟ انت عرفت ازاي ان انا هنا؟ سيد، انت عرفت ازاي الفيلا دي؟ العنوان اصلا ايه سيد؟ ايه يا سيد، في ايه؟ يا مبروك، انت ناسي انك شريكي، والشريك لازم يعرف كل حاجه عن شريكه. يعني انت بتراقبني يا سيد؟ طيب بص، هو اصله مش وقته خالص دلوقتي اي حاجه، اصل النهارده بالذات يعني صاحب البيت وصاحبه البيت بعيد عنك ماتوا. سيد، في لبش وبوليس وبلاوي زرقاء وتحقيقات، اتكل انت على الله. مبروك، انا جاي عشان الومك وعاتبك. تعاتبني؟ كده برضو تبلغ عني مباحث مكافحه المخدرات؟ انا بلغ عنك انت يا سيد؟ ده انت صاحبي واخويا، انا اعمل كده؟ مين اللي فاهمك؟ مين يا سيد؟ انت فعلا بلغت عني، واللي قال لي كده سياده اللواء بنفسه. مين اللواء ده؟ رئيس مباحث المكافحه. هم قبضوا عليك وفهموك ان انا وجرجروك صدقتهم؟ صدقتهم ليه كده يا سيد؟ رئيس مباحث المكافحه ده يبقى الرئيس بتاعي. شريكك؟ دي نيلة، ده لازم ابلغ عنه. وده انا ابلغ عنه مين ده؟ مبروك، احب اعرفك بنفسي. نعم؟ انا العقيد حسن ابراهيم من مباحث مكافحه المخدرات. يا سيد، يا سيد ده وقته يا سيد، الله يخرب بيتك. ايه يا سيد، في ايه؟ انت ليه مش مصدقني؟ بقول لك انا العقيد حسن ابراهيم من مباحث مكافحه المخدرات. بس على فكره انا سعيد بيك جدا. سيد انت جاي تحكي؟ بقول لك يوم ما يعلم بيه الا ربنا. عارف انا سعيد بيك ليه؟ ليه؟ لانك بلغت عني. دي وشايه. عارف ده معناه ايه؟ معناه انك مواطن شريف وبتحب بلدك. انا عارف انك هتبقى متلخبط، انت معذور، وانا حاسس ان ده هيكون رد فعلك فعلا. بص يا مبروك، وكمان ضارب كارنيه يا سيد؟ يا ابني مفيش سيد. ايوه خلاص، في حسن. انت ليه اتصرفت كده؟ صرحني، اوعى تكون مصدق ان انا بلغت عنك بجد. سيد ده كان مرحله عشان اقرب منك واعرف عنك كل حاجه، وعملت لك خدعه في انك تتاجر في المخدرات ونجحت فيها وبجداره. خلص، هات من الاخر يا سيد، عايز ايه؟ يا ابني مفيش سيد، في العقيد حسن ابراهيم. هات الكارنيه ده. فاكر اليوم اللي تشكر بلغت فيه انك بتحشش وجات عربيه الشرطه خدتك؟ فاكر. كان في مخبر، المخبر ده كان مراقبنا واتصل بالظابط، علشان كده الظابط نزلنا من البوكس انا وانت، صح؟ ايوه صح. وانا كنت بسأل نفسي هو سابنا ليه؟ يعني انت عايز تفهمني ان من ساعتها وانت العقيد حسن ابراهيم